دايما عندي مشكلة في متعلمين اللغة الجديدة، أي لغة وريفر في أيا كان اللغة، سواء كان سبانيش، جيرماني، فرنش، انجليش، أيا كان اللغة. دايما لما بحاول إن أنا أتكلم في أي لغة من اللغات دي، دايما بيطلع لي واحد يقول لي أصلا أنا عقدتي الوحيدة اللي بتخوفني هو إني بخاف أتكلم قصاد الناس. بص يا صاحبي، هو عموما مش عقدتك ان انت بتتكلم قدام الناس، او عقدتك مس ميرفت اللي كانت بتديك في ايام الابتدائي. لا خالص، هي عقدتك الوحيده هو انت. بص اقول لك حاجه، اي لغه جديده، سواء كنت انت بتتعلم اي لغه جديده في حياتك وبدايه لغه جديده، اعرف ان حاجز الخوف ده هيتكسر اول لما تبدا تتعلم انك ازاي تكسر حاجز الخوف. دايما لو عندك حاجز الخوف ده، ان انا خايف ان انا اتكلم علشان صاحبي اللي بيشيش على القهوه هيتريق عليا، اصلا صاحبتي اللي هي اصلا ما تعرفش حاجه في اللغه هتتريق عليا. فلازم تبدا تكسر حاجز الخوف ده لو انت عايز تتعلم لغه جديده.